شايف البوك اللي قدامك ده؟ اوعى في لحظه في يوم من الايام ان انت تقرر تنفخ فيه. لو شفته في حياتك ابعد عنه البوك ده. ليه؟ لان البوك ده كان سبب كوارث كبيره بالنسبه للبشريه وبالنسبه للعالم كله. اتنفخ فيه 3 مرات على مستوى العالم، وكانت ال3 مرات سببت كوارث عظيمه جدا. عشان كده النهارده هوضح لكم في الحلقه بتاعتنا ايه الكوارث اللي حصلت دي ومين الاشخاص اللي نفخوا في البوك ده. البوك ده لقب بالبوك الملعون. حلقتنا النهارده جميله جدا وشيقه جدا، اتمنى تكمل الحلقه معايا النهارده. اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد، وتفضلوا معايا نتكلم عن البوك الملعون. سنة 1922 مجموعة من العلماء قرروا ان هم ينقبوا تحديدا في منطقة اسمها وادي الملوك في الاقصر. قرروا ان هم ينقبوا عن الاثار، واحنا عارفين ان الاثار هوس معظم العلماء والناس كلها بتجري ورا الاثار، يقول لك جدي واجدادي وبتاع عشان اختني والكلام ده. العلماء دول فعلا بحثوا وتم اكتشاف مقبرة توت عنخ امون، ويا ريتهم يا عم ما اكتشفوا مقبرة توت عنخ امون، لان المقبرة دي حصلت كوارث كبيرة بعدها، وكمان مش كوارث بس في العالم، لا ده كوارث كمان للاشخاص اللي اكتشفوا المقبرة دي. المهم تم اكتشاف المقبرة دي على ايد عالم اسمه هوارد كارتر. الراجل ده بالاكتشاف ده احدث ضجة كبيرة جدا في العالم، والعالم كله اتكلم عن المقبرة دي عشان بتحتوي على حاجات جميلة جدا، بتحتوي على كنوز خاصة بالذهب، بتحتوي على كنوز خاصة من الفضة، حاجات كتيرة جدا داخل المقبرة دي بتدل على جمال الحضارة الفرعونية. من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة دي واللي لفت انتباه كل اللي موجودين بوك، مزمار كبير جدا كده. المزمار ده يعتبر طوله 50 سم. المزمار ده مكتوب عليه جيش الملك. كانت وظيفته ايه لما بحثوا عنه؟ لقوا ان المزمار ده الملك وقت الحرب بيتم النفخ في البوك ده، فباعلان البلد يعني بتعلن حرب او حالة الطوارئ ان احنا هنعمل حرب. كان ملفت للنظر قوي البوك ده. مع مرور الوقت تم اخذ الحاجات دي كلها وانها خلاص راحت المتحف المصري. تحديدا سنة 1937 حصل حاجة ما كنتش تتخيل ولا اي انسان فينا يتخيل انها ممكن تحصل في التاريخ. تعالوا معايا اقول لكم ايه اللي حصل سنة 1937. سنة 1937 كان في احتفال كبير جدا خاص بالملك، كان عيد ميلاد الملك فاروق في التوقيت ده، في يوم من ضمن الايام الخاصة بالسنة، وكان معمول احتفال كبير جدا. واحنا عارفين الملك فاروق زمان كان ليه هبة كبيرة جدا، وكان ليه اصدقاء ومعارف وملوك كبيرة جدا بتتمنى معرفته وان هم يكونوا موجودين معاه او ان هم يحضروا حفلة عيد ميلاده. وطبعا كان حاجة كبيرة جدا واحتفال عظيم جدا في مصر في التوقيت ده. فالناس اللي متعهدين على الحفلة قرروا ان هم يعملوا حاجة جديدة او حاجه يوضحوا فيها ولائهم للملك وان هم بيحبوا الملك فاروق وان هم يمجدوه اكتر. حد منهم قرر واقترح عن الملك ان في بوك، البوك دوت خاص بالملك توت عنخ امون موجود في المتحف المصري، ان احنا نجيبه ونعزف عليه ولو لدقايق، هيبقى حاجه جميله جدا وهتلفت انظار العالم كله. تمام. وفعلا اتجاب البوك ده. وقت ما قرروا ان هم ينفخوا في البوك ده او الموسيقار اللي موجود ينفخ فيه، للاسف البوك ما طلعش اي صوت. ليه؟ ده طبيعي لان حاجه مركونه بقالها الاف السنين، فطبيعي ان هي ما تبقاش مرنه وسهله. فتم في الوقت ده ان هو فعلا كفايه ان ظهر البوك في الحفله ويتم رجوع البوك اللي اتعمل فيه شويه ترميمات وشويه صيانه، وبعد كده نقرر ان احنا نجيبه في اي حفله تانية. وتم ارجاع البوك للمتحف المصري عشان يترمم. وتعالوا اقول لكم ايه اللي حصل تاني. طبعا في التوقيت ده كان كل الدول بتنقل عيد الميلاد ده، وكله اتفرج على البوك وكله هوسوا البوك. من ضمنهم طبعا قنوات كتيره جدا وقنوات عالميه، من ضمنهم البي بي سي. البي بي سي في الوقت ده قرروا ان هم يجوا بزياره المتحف المصري، طبعا بفرمان من الملك فاروق بيستاذنوه ان هم يعملوا لقاء من داخل المتحف المصري ويزوروا فيه البوك ده، ويا ريتهم طبعا ما زاروه. ليه؟ لان هم لما دخلوا بمعداتهم وكلام من ده واظهروا البوك ده بالتفصيل للعالم كله. ففي التوقيت ده بعد ما كان خد شهره بسيطه في عيد ميلاد الملك فاروق، لا ده خد شهرة اوسع واوسع على مستوى العالم كله. فطبعا لفت نظر ناس كتير جدا، من ضمنهم الموسيقار جيمس كابرين. جيمس كابرين كان موسيقار كبير جدا في التوقيت ده، والراجل قرر ان هو يطلب من مصر ان يجي يعزف بالبوك ده. الراجل خد اذن برضه من الملك فاروق وجي مصر، وفعلا اطفوا كل الاناره اللي موجوده في المتحف المصري، والراجل فضل يعزف على البوك ده لمده 5 دقائق. 100 دوله على مستوى العالم كانت قاعده بتشاهد الحدث التاريخي ده. تخيل معايا كده ان ما عداش يوم واحد وقامت الحرب العالميه الثانيه. كانت كارثه كبيره جدا في العالم، والناس ربطت الاحداث، قالت لك بس البوك ده تم النفخ فيه، عشان كده للاسف حصلت الكارثه الكبيره في العالم. لان الناس في التوقيت ده لما اتنفخ الناس كانت بتهزر. انتوا عارفين الناس لما بتحب تهزر يقول لك ده اتنفخ فهتحصل كارثه وبتاع. فمن كتر هزار الناس وان الحرب العالميه
العالميه الثانيه قامت، الناس قالت لك بس ايه ده، هو ده السبب، هو ده السبب الرئيسي وراء الحرب العالميه الثانيه. الحرب استمرت فتره كبيره جدا وظل الموضوع قائم والناس بتتكلم لحد ما جت سنه 1967. وهنا قرر حد من الناس، شخص قال لك انا شجيع السيما من مصر، قال لك يا جماعه انا هنفخ في البوك ده. معنى اصح حد طلع كده عمل لك فيها رامبو، قال لك خلاص احنا هننهي الاسطوره دي، الناس اللي بتتكلم عن البوك وبيعمل وبيسوي، لا احنا لازم نلغي الموضوع ده، ده مجرد خرافات. وفعلا سنه 1967 شخص نفخ في البوك ده، ويا ريته ما نفخ. تعال اقول لكم ايه اللي حصل. عداش يومين ثلاثه وتحصل نكسه 67 في مصر، الخراب يعم في مصر، الدنيا تبوظ جدا، الناس في التوقيت ده لا 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 ستوب كده، لا ده فعلا البوك ده هو المشكله، هو السبب. الخراب يعم في مصر وتحصل كارثه كبيره والدوله كلها متدمره، ده كله والناس تنشغل بالاحداث اللي بتحصل ويقول لك لا بس هو البوك ده هو السبب، بيحصل في مصر ده بسبب البوك، والناس كلها لا، في اللي يصدق وفي اللي يقول لك لا. المهم الناس بتوصل للاخر بعد ما الموضوع بيروح وبعد ما الموضوع بيهدى خالص، الناس تقول لك صدفه، لا ده ما حصلش كده، بس حصل ان اتنفخ في البوك ده كمان ثالث مره. المره دي كانت سنه 1990، وفي اللحظه دي مفيش يومين هوب وتقوم حرب الخليج. نعم، لا ده الموضوع بجد بقى كده. يعني اول حاجه كانت كارثه، تاني حاجه كارثه، تالت حاجه كارثه، وكلها ايام بسيطه جدا من البوك. طب ايه اللي بيحصل يا عم؟ البوك ده قصته ايه؟ موضوع ايه؟ لا ده الموضوع كده كبير جدا. خليك معايا وركز، لان اللي جاي ده، اللي فات كله كوم واللي جاي كوم اكبر جدا. عايزك تتخيل حجم الكوارث اللي حصلت دي والكوارث الاكبر اللي هقول لك عليها دلوقتي. ركز معايا جدا، عايزك تركز معايا اللحظه في اللي هكلمك فيه ده، لان هيخلي دماغك وعقلك يلف 180 درجه. سنه 2011 في مصر تحديدا في المتحف المصري قرر مجموعه من اليابانيين ان هم يزوروا مصر، وكان تارجتهم ان هم ييجوا يشوفوا البوك الملعون اللي اتحدث عنه العالم كله واتحدثت عنه مصر، وكان يعني محط انظار العالم كله. هو كان تارجتهم ان هم ييجوا يشوفوا البوك. واحد منهم قرر ان انا انفخ في البوك، يعني ينول شرف ان هو ينفخ في حاجه خاصه بالملك المبجل توت عنخ امون. وفعلا نفخ في البوك وحصل الشيء اللي ما كانش حد يتخيله. ركز معايا كده، بعد 7 ايام بالظبط ثورة يناير. متخيل ان كارثة كبيرة زي دي قبلها ب7 ايام بس حصل ان تم النفخ في البوك؟ متخيل؟ يعني الصدفة عمرها ما تحصل مرة واثنين وثلاثة واربعة، لا ده شيء حصل فعلا. الشيء ده فعلا ملعون. انا عايز اقول لكم ان حصل مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس ووضح ان فعلا الشيء ده اكيد، وان فعلا البوك ده ملعون. البوك ده كان مخصص للملك، الملك كان بيستخدمه في النفخ لما بيقول خلاص في حرب في خراب. فعلا لو جيت سردت الاحداث، احداث كتير جدا حصلت بعد ايام بسيطه جدا من ان البوك ده اتنفخ فيه. لا ده الموضوع مش صدفه. انا عايز اقول لك يا رب يحفظنا من لعنات الفراعنه، لان لعنات الفراعنه والحاجات الخاصه بيهم والسحر اللي حطوه على المعابد بتاعتهم حاجه قويه جدا. الناس دي كانت بتحافظ على ممتلكاتها وبتحافظ على حاجاتها، وحاجاتها عزيزه عليها جدا. فعشان كده اي حد هيستخدم حاجه خاصه بالفراعنه في عصرنا الحالي عمره ما هيبقى هيحصل له سعاده. لا الحاجه دي لو اللعنه بتاعتها صابتك صدقني هتمحيك من على الارض، وهتحصل مشكله كبيره جدا زي اللعنات الخاصه بالبوك اللي احنا سمعناها النهارده. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون حلقه البوك الملعون تكون عجبتكم. اتمنى من اصحابي المشتركين في القناه والمتفاعلين معايا باستمرار، اتمنى نكتب في الكومنتات ويوضحوا ان كان فعلا البوك ده فعلا حاجه مزيفه، او بمعنى اصح الاثار الناتجه عنه دي حاجات وهميه، ولا الموضوع بجد فعلا. اتمنى توضحوا لي رايكم في الكومنتات. اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه فكره مع ابراهيم.